السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. مين فينا ما بيحبش الفطير؟ بالنسبة لي أنا بعشق حاجة اسمها فطير، بحبه جدا وبحب عمايله جدا. هو سهل وبسيط، عملته معاكم على القناة بأكثر من طريقة قبل كده، بس المرة دي عاملاها معاكم بطريقة مختلفة خالص، سهلة جدا وبسيطة لأي مبتدئ يحب يعمل فطير. هعمله معاكم بدون ما تفردي وتورقي، لا هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه وهيطلع معاكي مورق جدا بالشكل ده. واحلى حاجه ان انا هعمله معاكي بدون سمنه كتير، يعني اخيرا هتاكلي فطير بدون ما يكون غرقان كده سمنه، وهيطلع فطير وطعمه حلو جدا. وهقولك ازاي تسويه بدون فرن. تابعوني لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا الطريقه. فيلا بينا نشوف الطريقه، توكلنا على الله. في بولة هنزل بنص كيلو من الدقيق، حوالي 4 أكواب معيارية، عليهم معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح. قلبت المواد الجافة كلها مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بالمية، معايا كوب ونص من المية. المية بتكون درجة حرارة الغرفة عادي، مش شرط ان هي تكون دافية. هتنزلي الأول بكوب من المية، ممكن تحتاجي من كوب وربع لكوب ونص من المية حسب نوع الدقيق. بالنسبة لي استخدمت الكوب ونص في الآخر من المية. الفطير عجنته ما بتحتاجش اكتر من دقيق وشوية مية، بجد الموضوع سهل جدا وبتفضلي تعجني. انا هنا هبتدي اعجن على الرخامة مش اقل من 5 دقايق، عايزة كده ادي العجينة حقها. وانتي بتعجني لو حسيتي العجينة لسه تقيلة معاكي كده عايزة شوية مية، يعني يا تبلي ايدك يا تنزلي كده بنقطة من المية زي ما انا بعمل كده، وكملي عجن. الموضوع ده بيخلي العجينة طرية معاكي خالص، وما بتنزليش بمية كتير عشان مترجعيش تزودي دقيق تاني. العجينة مظبوطة جدا طرية جدا، فضلت اعجن فيها تقريبا لمدة 7 دقايق. هتكوري العجينة كويس بالشكل ده. جبت بولة ودهنتها دهنة بسيطة من الزيت، هتسيبي فيها العجينة وتديني برضو العجينة مسحة بسيطة خالص من الزيت، وتغطيها وتسيبيها ترتاح مش اقل من ربع ساعة. كل ما تسيبي العجينة ترتاح وقت اطول هتديكي نتيجة احلى، يعني ممكن تسيبيها ترتاح لمدة ساعة، ممكن تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة ترتاح، مفيش مشكلة خالص، هتاخدي نتيجة ممتازة. انا تقريبا سبتها ربع ساعة. هبتدي بعد كده اقسمها، انا هقسمها على 5 كرات، ممكن تقسميها ل6 و8 كور كمان لو عايزه الفطير يبقى معاكي صغير، بس انا عايزاه ما يبقاش معايا صغير قوي وما يبقاش رفيع قوي. هوريكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. فقسمته على 5 كور بالظبط. هتاخدي كل قطعه وتكوريها بالشكل ده، بتقفليها من تحت كويس وترجعي تكوريها. العجينه طريه وتتشكل معايا بكل سهوله. هتكوري الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما اتفقنا، تقفليها من تحت كويس وبعد كده ترجعي تكوريها. هتسيبي العجينة ترتاح 10 دقايق ربع ساعة، وزي ما قلتلك ممكن تسيبيها وقت أطول. هتغطيها علشان العجينة ما تنشفش منك. معايا عجينة تانية عبارة عن كوبايتين من دقيق، كنت عجناهم كويس بشوية مية. أنا حبيت أعمل معاكم فطيرة كبيرة فعجنتها. هنسيبها وأقولكوا هنعمل فيها ايه. بعد ما العجينة ارتاحت معايا هاخد أول كورة كنت مكوراها، بتكون ارتاحت فترة أطول. هترشي الرخامة او البيكنج مات بشوية دقيق صغيرين، وبعد كده ترشي برضو على العجينة دقيق وتفرديها كويس بالنشابة. الدقيق هيساعد ان العجينة متلزقش معاكي. لو انت بتفردي وحاسة ان العجينة ما بتتفردش معاكي كويس وعمالة تكش، يبقى العجينة عايزة ترتاح فترة اطول. بعد ما فردت العجينة جبت بولة مقاسها مناسب للعجينة وحطيتها في الوسط بالشكل ده. هتقسمي الدايرة الاول على 4 ارباع، وكل ربع هتقسميه نصين، بس في ربع واحد هتسيبيه كبير زي ما هو، لان هو ده اللي في الاخر هنقفل بيه الكورة. هتشيلي البولة وهنبتدي ندهنها سمنة زبدة زيت زي ما تحبي المتاح عندك. انا عامة النهاردة الفطير عاملاه خفيف جدا، مش هدهن سمنة وزيت كتير. تقريبا كل فطيرة هعملها بمعلقة سمنة واحدة بس. اهم حاجة ان انت توزعي السمنة كويس جدا، كل العجينة تكون عليها سمنة. بعد كده هتبتدي تقفليها بالشكل ده، تطبقيها كده جزء وفيها الجزء التاني. وزي ما اتفقنا الجزء الكبير ده بنسيبه في الاخر خالص، هو اللي بنقفل بيه. طريقة سهلة وبسيطة جدا للفطير، مش هتاخد معاكي وقت وهتطلع معاكي مورقة زي ما هنشوف في الاخر. هتسيبيها على جنب ترتاح مش اقل من ربع ساعة. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة. عايزة اقولك ان انت ممكن تعمليها وتسيبيها في التلاجة بالشكل ده لحد تاني يوم. يعني ممكن تحضري كل حاجة من بالليل وتصحي بس على الصبح كده على التسوية تفطروا بيها. دي العجينة اللي انا قلتلكوا كنت عجناها، كانت عبارة عن كوبايتين دقيق عليهم كوباية الا ربع الكوباية من المية، معلقة صغيرة من السكر، رشة بسيطة خالص من الملح. هتعجني وتمشي بالخطوات زي ما انا عملت في العجينة التانية بالظبط. انا حابة اعمل معاكم فطار الطاسة، يعني تستوي على الطاسة، وحبيت اعمل الكبيرة دي اسويها لكم في الفرن علشان لو حابين تسووا الفطير في الفرن. هفردها بشكل دائري وزي ما قلتلك مش لازم ترققيها قوي. بعد كده هنجيب بولة، بس بولة اكبر من اللي احنا استخدمناها في الفطير التاني. هنعمل نفس الخطوات، هنقسمها على 4 ارباع، وكل ربع هنقسمه على 2 ما عدا ربع واحد هنسيبه. يعني 3 ارباع هنقسمهم على 2 وربع نسيبه كامل. بعد كده هنشيل البولة وندهنها كويس بالسمنة. زي ما انتم ملاحظين انا مش مستخدمة سمنة كتير.
مش لازم عشان ناكل فطير مشلتت يكون غرقان بالسمنة، انا بس بدهنه كويس بالسمنة مش بغرقه سمنة. بعد كده هطبقه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، هنطبق كل التقسيم اللي احنا مقسمينه صغير والجزء الكبير اللي هنقفل بيه في الاخر. بعد كده هنغطيها ونسيبها ترتاح مش اقل من ربع ساعة. هنجيب الفطير الصغير اللي احنا كنا محضرينه، انتي ممكن تفرديها بالشكل ده وبعد كده تسويها في الطاسة، بس انا حابة افردها فردة بسيطة واحط فيها يعني نص معلقة صغيرة سمنة واقفلها تاني واسيبها ترتاح تاني لمدة ربع ساعة. الخطوة دي هتخلي الفطير مورق معاكي اكتر وينفخ معاكي كده اثناء التسوية. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة، ودي الفطيرة الكبيرة هعمل فيها نفس الخطوات، هفردها فردة بسيطة وانزل بمعلقة من السمنة، معلقة صغيرة مش كتير. عايزه اقول لكم كميه السمنه اللي انا استخدمتها في الفطير ده كله ما يتعداش النص الكوبايه. اهم حاجه وانت بتقفليها قفليها كويس علشان ما تفتحش منك. هتسيبيها ترتاح 10 دقايق ربع ساعه. الفطير بعد ما ارتاح تقريبا ربع ساعه هترجعي تفرديه بس فرده حسب ما انت عايزه. يعني لو عايزه الفطير رقيق بتحبيه رقيق كده هتفرديها قوي، عايزاه يكون سميك ما تفردوش قوي. بالنسبه لي انا عايزه الفطير الصغير ده يكون تخين معايا يكون سميك، فمش هفردها قوي. لو لقيت الفطير ما بتفردش معاكي بسهوله سيبيه يرتاح كمان شويه. بالنسبه للتسويه الفطائر الصغيره دي انا هعملها بدون فرن على طاسه على النار. هتدهني الطاسه زيت سمنه زي ما تحبي، دهنه بسيطه خالص. ممكن ترجعي تفرديها تاني في الطاسه بس خلي بالك على ايدك لان الطاسه بتكون سخنه. واول ما تلاقيها اخدت لون من تحت هتقلبيها على الجهه التانية. الفطيره ما بتاخدش دقايق وبتلاقيها استوت معاكي. وعايزه اقول لكم الريحه خطيره، الولاد واقفين ورايا مستنيين الفطير يخرج. اهم حاجه اثناء التسويه تفضلي تضغطي عليها وتحركيها بالشكل ده علشان الحراره تتوزع كويس على الفطيره وتستوي كويس من جوه. تفضلي برضو تقلبي فيها من جهه لجهه لحد ما تحسي ان هي اخدت لون حلو من الناحيتين وبدات تنفخ بسيط بالشكل ده. كده يبقى الفطيرة استوت معانا. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة، الموضوع سهل وبسيط مش هياخد معاكي دقايق. وهو سخن هتغطيه علشان يفضل الفطير معاكي طري. وده كان بالنسبة لفطير الطاسة اللي هو بدون فرن. دلوقتي هعمل معاكم الفطيرة اللي هنسويها في الفرن وهقول لكم طريقة التسوية المظبوطة ليها. انا سبتها ترتاح في الصينية اللي هسوي فيها، الموضوع ده هيفرق معاكي وهيسهل عليكي كتير لان لما بترتاح بيبقى نقلها صعب شوية. ودهنت الصينية سمنة، ممكن تدينيها سمنة او زيت زي ما تحبي. بتفرديها بالسمك اللي انت عايزاه. بصراحة الفطيرة الكبيرة دي انا حابة اعملها تبقى رفيعة ما تبقاش سميكة قوي، تبقى خطيرة جدا. بتاخد طبقة مقرمشة من بره ومن جوه بتبقى طرية. تديني وشها سمنة او قشطة لو عندك اي حاجة متوفرة عندك، وديني بالكمية اللي انت عايزاها. انا هدهنها دهنة بسيطة خالص. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 210 أعلى درجة عندك في الفرن، بتحطيها في الرف الأولاني من تحت وبتبقي مشغلة فرن وشواية أو فرن فقط حسب الفرن عندك. مفيش مشكلة، بالنسبة لي بكون مشغلة فرن فقط وبتاخد لون حلو جدا من تحت ومن فوق. 10 دقايق بالكتير وهتلاقيها استوت معاكي. الفطير طالع حلو جدا. عايزة اسمعكم صوت القرمشة اللي في الفطيرة الكبيرة، واخدة قرمشة من بره ومن جوه طرية خطيرة بجد. حبيت انوع في الفيديو ده طريقة الفرن وطريقة الطاسة علشان تشوفوا اسهل طريقة معاكم. انا كنت عملت معاكم الفطير قبل كده بكذا طريقة، طريقة في الفرن وطريقة في الطاسة، بس بحب دايما انوع في طريقة تشكيل الفطير علشان تشوفوا اسهل طريقة بالنسبة لكم وتعملوها. بالنسبة لي بصراحة الطرق كلها سهلة وخطيرة جدا. هسيب لكم الطرق كلها في صندوق الوصف علشان لو حابين ترجعوا لها. الفطير طالع مورق ازاي بجد خطير. تقدري تاكليه بعسل بجبنه زي ما تحبي. وعايزه اقولك اولادي بيحبوه ياكلوه كده بدون اي حاجه، وممكن ارشلهم عليه سكر بودر. طرق كتيره لاكل الفطير، شوفي الطريقه اللي تعجبك. وزي ما انتم ملاحظين انا عملت الفطير بسمنه قليله مش سمنه كتيره. طبعا تقدروا تكتروا السمنه زي ما تحبوا، بس انا حبيت اقول لكم ان انتوا لو قللتوا السمنه هتقدروا تعملوا برضو فطير وهيبقى طعمه حلو جدا. تقدري تحتفظي بيه في اكياس في الفريزر وفي اي وقت تخرجيه تستني بس ان هو يبقى بدرجه حراره المطبخ وتسخنيه في الفرن او الميكرويف او حتى على الطاسه، هيبقى معاكي كانك لسه عاملاه حالا. الفطيره الكبيره دي بقى بصراحه حاجه وصايه بالنسبه لي. انا بحب الفطيره الرقيقه اللي بتبقى واخده طبقه مقرمشه من بره ومن جوه طريه. شايفين التويقه عامله ازاي رغم ان هي رقيقه جدا. مين زي بيحب الفطير الرقيق الخطير ده؟ عايزه ارجع اوضح لكم حاجه علشان لو بس ما خدتوش بالكم منها في الفيديو، ان النص كيلو الدقيق اللي انا عجنته معاكم في الاول عمل لي الخمس فطاير. لكن الفطيره الكبيره دي انا كنت عجنه لها كوبايتين دقيق لوحدها، يعني ربع كيلو من الدقيق، يعني بكيلو الا ربع من الدقيق عملنا كميه حلوه جدا من الفطير. حبيت اوريكم الفطير تاني يوم عامل ازاي كاني لسه عاملاه حالا، بجد خطير جدا. اتمنى يا رب تكون الطريقه عجبتكم. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.